أهلا وسهلا أعزائي مشاهدي خليجيون، وجولة رياضية جديدة نتناول فيها أبرز وأهم الأحداث الرياضية. للمرة الأولى في التاريخ ظهرت تقنية الفيديو في الدوري الموريتاني للموسم الجديد 2024-2025 على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط، وتم افتتاح الموسم الجديد بمباراة الحرس الوطني ضد فريق الأقصر، وانتهت بفوز الأقصر بهدف دون رد. وأسهمت تقنية الفيديو بإلغاء الحكم دحام بيدا للبطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد الأمين أتيام حارس مرمى الحرس الوطني، كما ألغت هدفا لفريق الحرس الوطني بعد وجود لمسة يد، ومنعت ركلة جزاء لفريق الأقصر بعد التأكد من عدم سحتها. وبات الدوري الموريتاني أو دوري سوبر دي 1 هو خامس دوري إفريقي يدخل تقنية الفيديو، وسيشارك نادي الهلال والمريخ السودانيان في الدوري الموريتاني هذا الموسم، كما يتم تسجيل اللاعب السوداني باعتباره لاعب محلي. الأهلي وجور ماهيا. الطريق نحو 13 يبدأ من كينيا. يبدأ النادي الأهلي المصري طريقه نحو النجم 13 في منافسات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد من كينيا، عندما يحل ضيفا على جور ماهيا في مباراة تقام على ملعب نيابو الوطني في العاصمة نيروبي ضمن ذهاب دور ال 32. يتأهل الفائز في دور ال 32 مباشرة إلى مجموعة دوري أبطال أفريقيا. يستهل الأهلي المهمة في دوري أبطال أفريقيا من الدور ال 32 بعد إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي. أما جور ماهيا يظهر الفريق الكيني في دور ال 32 بعد أن هزم المريخ جوبا من جنوب السودان في الدوري التمهيدي 5-2 في مجموع المباراتين، إثر خسارته ذهابا بهدف وتفوقه إيابا ب5-1. تقام مباراة إياب دور ال 32 في دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وجور ماهيا السبت المقبل 21 سبتمبر على ملعب استاد القاهرة. ننتقل بعد غياب 105 أيام. ميسي يعود بثنائية تاريخية ويقود انتر ميامي للفوز بالدوري الأمريكي. قاد ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي للفوز على فريق فيلادلفيا بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي. نجح ميسي في تسجيل هدفين من ثلاثية انتر ميامي في الدقيقة 26 و30، بينما أضاف سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 90 بالإضافة إلى 8 دقائق وقت بدل ضائع. عاد ميسي إلى المشاركة من جديد بعد غياب 105 أيام عن المشاركات مع انتر ميامي منذ آخر لقاء بتاريخ 2 يونيو الماضي. كما تعرض ميسي للإصابة في كاحل القدم في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 مع منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا، ووصل ميسي إلى المساهمة رقم 1215 في تاريخه كأكثر اللاعبين مساهمة في تاريخ كرة القدم. وحقق انتر ميامي الفوز الخامس على التوالي في الدوري الأمريكي لتصدر ترتيب المسابقة. الجماهير وليس اللاعبين رقم قياسي لليفربول رغم الخسارة أمام نوتنغهام. خسر فريق ليفربول على ملعبه أنفيلد بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لريدز على ملعبه أمام نوتنغهام فورست منذ فبراير 1969. الريدز لم يخسر في 28 مباراة متتالية على ملعبه منذ ذلك التاريخ أمام نوتنغهام قبل سقوطه اليوم بنتيجة 1-0. أوقف نوتنغهام سلسلة انتصارات ليفربول، حيث حقق الريدز بداية مثالية هذا الموسم بالفوز على إيبسويتش تاون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد قبل يسقط أمام كتيبة المدرب نونو سانتو. وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن ملعب أنفيلد سجل حضورا جماهيريا قياسيا في لقاء نوتنغهام فورست، وبلغ العدد الرسمي للحضور 60.344 بالألف متفرجا، وهو رقم قياسي جديد في كرة القدم بالنسبة لليفربول في الدوري الإنجليزي. وسبق وأن تم كسر الرقم القياسي لحضور جماهير الريدز في الدوري في مناسبات متعددة خلال عام 2024 بعد توسع مدرج أنفيلد وزيادة السعة الإجمالية للملعب. إلى هنا أعزائي مشاهدي خليجيون نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الرياضية. دمتم في أمان الله.